عام 1995 يستلم البوليس في كاليفورنيا رسالة من شخص مجهول لعملية قتل لضابط متقاعد في البحرية بعد سنة من وفاته. يكتشف الغامض والمثير، يستنتج بالعقل الكثير. كونان الرجل الصغير يسعى دائما، المحقق كونان. مساء الفل، مهدي زهير. قصة النهاردة هتكون في مدينة سان دييغو، تاني أكبر مدينة في ولاية كاليفورنيا، واللي بتتميز بواحد من أكبر وأجمل الشواطئ في أمريكا. كمان هي موطن لواحدة من أكبر القواعد البحرية في الولايات المتحدة الأمريكية. في عام 1994 عمال النظافة في واحد من مراكز إعادة تدوير القمامة يلاقوا حاجة غريبة جدا، شنطة سوداء فيها إيدين بني آدم. حاجة محيرة للمحققين في الوقت ده. يا ترى دي ايد مين؟ يا ترى هو عايش ولا ميت؟ وبعد فحص الايدين بالاكس راي لقوا ان في ضرر تنكسي في مفاصل الايد، او اللي اسمها degenerative damage of the hand joint. معنى كده ان الايدين دول هم ايدين لشخص معدي ال60 سنة، ومن شكل الجلد وحجم الصوابع اتضح ان دي ايد راجل مش ست. يبقى كده الضحية عندنا هنا راجل معدي ال60 سنة. لكن كان في هنا علامة مميزة في الايد دي، وهي ان ضفر الصباع الكبير او الابهام ما كانش موجود. تروح الشرطه مدوره في المستشفيات والمشارح اذا كان عندهم جثه شخص كبير في السن وايده مقطوعه، لكن ما يلاقوش حاجه. وفي نفس الوقت ميري وتيري، اتنين اخوات، يتقدموا ببلاغ للشرطه انهم مش عارفين يوصلوا لابوهم بقالهم اسبوع او اكتر. ابوهم هو دون هاردن، ولما البوليس سالهم عن وجود علامه مميزه في جسم ابوهم قالوا ان ضفر صباعه الكبير او الابهام ما كانش موجود من زمان. فساعتها قرر البوليس انه يقارن بصمات الايد اللي لقوها ببصمات دون هاردن، وفعلا يطلعوا متطابقين. دون هاردن هو راجل عنده 74 سنه، كان شغال في البحريه ودلوقتي هو متقاعد. لما المحققين فتشوا شقة دون هاردن لقوا دليل على وجود عملية سرقة. التلفزيون وجهاز الفيديو والمايكروويف ما كانوش موجودين في الشقة في الوقت ده. كمان ما لقوش العربية بتاعت دون هاردن، ومن التفتيش الدقيق لقوا كذا نقطة دم صغيرة في المطبخ. وكان من الواضح انه تم استخدام منظفات وكلور لتنظيف أرضية المطبخ. عم دون هاردن ده بعد وفاة مراته كان قرر انه يتنقل يعيش في سان دييغو علشان يبقى جنب بناته. جيرانه كانوا بيوصفوه على انه راجل شديد وصعب، لكن بناته كانوا بيقولوا انه راجل طيب وأب كويس. زي ما هنسمع هنا. في كل مرة كنا بنتكلم فيها مع بعض في التليفون، في نهاية كلامنا كنت على طول بقول له بحبك يا أبي، وهو بيرد عليا وأنا كمان بحبك يا بنتي، بس بيدلعني. دون هاردن كان معروف عنه انه بيحب يساعد اي حد محتاج، وكذا مره كان بيساعد الاشخاص اللي موجودين في الشارع اللي هم المتشردين او اللي مالهمش مكان يقدروا يعيشوا فيه. وكان كتير بيستاجر الناس دي علشان يعملوا له شغل البيت او يساعدوه في اي حاجه علشان خاطر يديهم فلوس. ومش بس كده، ده كان بيخليهم يباتوا في الجنينه بتاعته، وكان عامل لهم مكان مخصوص. وبناته ميري وتيري اللي قلنا عليهم من شويه كانوا مبسوطين من حاجه زي كده، ان يبقى في حد مع باباهم وهو كبير في السن عشان لو حصل له حاجه يقدروا يتصلوا عليهم او يودوه المستشفى. نرجع تاني لقضيه البوليس. قاعد يدور يشوف ايه الحاجات اللي اتسرقت، يمكن يلاقوا اي حاجه تدلهم مين اللي سرق، او حتى يعرفوا حاجه توصلهم لمكان الراجل المخطوف ده. لكن بعد محاولات كتير ما قدروش يوصلوا لحاجه ولا يعرفوا ايه اللي حصل ولا فين بقيه جسم دون هاردن. فاكر لما قلنا ان الشقه كان فيها اثار الاقتحام والسرقه، ولقينا ارضيه المطبخ معموله بمنظف وممسوحه؟ البوليس لقى ارضيه الحمام هي كمان معموله بنفس الطريقه. مش بس كده، ده لقوا كمان كذا نقطه دم على الارض وجوه المكان بتاع الدفايه. فالمحققين حبوا يعرفوا هي ارضيه المطبخ والحمام اتنضفت علشان حد بيمسح الدم ولا كانت بتتنضف عادي. عشان يعرفوا الحوار ده اضافوا ماده ليومينال، ماده كيميائيه بتلمع او بتدي وميض لما تمسك في الحديد الموجود في الهيموجلوبين اللي موجود في الدم بتاعنا. الحلو في الماده دي انها بتمسك في مكان الدم حتى لو اتمسح بالميه او المنظفات. المحققين حطوا الماده اللي قلنا عليها دي وطفوا الانوار، واستخدموا كاميرا معينه بتلقط الوميض اللي بيطلع من الماده دي لما يمسك في الدم. وبوم، لقوا مساحه كبيره جدا كانت متغطيه بالدم، لدرجه ان واحد من المحققين كانوا بيقولوا ان هم اول ما طفوا النور وشافوا الكاميرا لقوها بتنور زي شجره الكريسماس. البوليس لقى كميه دم رهيبه في المطبخ، وبتتبع اثار الدم لقوا انه واصل لحد الحمام. وفي الحمام لقوا كميات اكبر من اللي لقوها في المطبخ. بعد تحليل الدي ان ايه او الحمض النووي للدم اللي لقوه طلع ان الدم ده بتاع دون هاردن. ومن كميه الدم اللي لقوها دي الطب الشرعي اتاكد ان مستحيل دون هاردن يكون عايش بعد ما فقد كميه الدم دي كلها. الراجل مات في المطبخ واتسحب لحد الحمام. السؤال هنا، مين اللي حاول يخبي اثار الجريمه بالشكل ده؟ وبالتحقيق مع الجيران قالوا ان دون هاردن قبل ما يختفي في اليوم اللي قبل اختفائه على طول سمعوه كان بيزعق وبيتخانق مع واحد من المتشردين اللي كانوا بيشتغلوا عنده واللي بيخليهم يباتوا عنده في الجنينه. الراجل ده اسمه ديل ويتمر، راجل تقدر تقول عليه كده جوال. الراجل ده عنده 41 سنه، كان عنده سجل اجرامي بالتشرد والمخدرات، بس ما كانش عنده سجل اجرامي بالعنف قبل كده. وكان واحد قال قبل كده انه شافه في مره خارج من البيت ومعاه حاجه ملفوفه فوق قماش وحطها في الكرسي اللي ورا في العربيه وركب العربيه ومشي. ولما البوليس استجوب ويتمر قال ان ما عندوش اي معلومه
عن مكان دون هاردن، وان اخر مره شافه فيها لما وداه مشوار بالعربيه بتاعته، وكان بيقول انه كان شغال معاه بقاله سنين وكان بيعتبره زي ابوه. بس الجيران قالوا غير كده، قالوا ان على طول كان في زعيق وخناق ما بينهم. الراجل العجوز كان على طول بيضربه ويندهه باسماء ما بيحبهاش. واثناء التحقيق مع ديل ويتمر وروه صوره الايدين المقطوعين، فقال لهم ان دول ايدين دون هاردن. فسالوه ايه اللي خلاك متاكد كده؟ قال انه شغال مع دون هاردن بقاله سنين وسهل عليه انه يعرف حاجه زي كده. المهم ان بصمات عن ويتمر ده لقوها جوه شقه دون هاردن. بس دي مش حاجه غريبه لانه كده كده كان شغال عنده، والراجل اللي هو ديل ويتمر كان متعاون خالص مع البوليس وجاوب تقريبا على كل الاسئله اللي اتسالت له، وقال ان اخر مره قال له خد العربيه وصل حاجات للناس وبعد كده ما شافوش تاني. ومع عدم وجود اي ادله على مكان جثه دون هاردن اتقفل القضيه لاكتر من سنه لحد ما البوليس يستقبل رساله من مجهول، رساله موصوف فيها ادق التفاصيل عن عمليه قتل دون هاردن، تفاصيل ما كانتش اتقالت للناس قبل كده. يا ترى مين الشخص المجهول ده؟ كاتب الجواب قال ان صديقه بوب عنده معلومات خطيره وبدأ يحكي. القاتل هو ديل ويتمر. ديل كان بيكره هاردن اللي كان بيضربه بالصفايح لما ما بيشتغلش كويس. ديل كان مدمن هيروين وكان عايش مع هاردن لمدة سنة قبل ما يقتله. ديل حط جثة هاردن في البانيو وقطع جسمه وحطه في شنط زبالة ودفن الشنط دي في مناطق مختلفة من المقاطعة والمكسيك. كمان الكاتب قال انه طلب من بوب انه يكلمكم على طول، لكن قال ان ديل ويتمر ممكن يعرفه وممكن يحاول يأذيه. من الواضح ان المرسل كان عاوز يساعد لكن مش عايز يبقى جزء من التحقيق. الطب الشرعي والبوليس في سان دييغو فحصوا الجواب كويس وبصوا على ختم البريد علشان يعرفوا هو جاي منين، وهنا لقوا جواب مش عليه طابع بريد ولكن عليه ختم بيعملوا مكن معين. المكن ده بيستخدم في مكاتب البريد، والمكن ده بيطبع رقم معين على الظرف بتاع الجواب، والرقم ده هو رقم تسجيل المرسل او اللي هو باعت الجواب يعني. لكن المرسل هنا استخدم حبر ابيض علشان يغطي الرقم ويخفي مكانه، لكن باستخدام جهاز اسمه فيديو سبيكترال كومباريتور. ده جهاز بيستخدم مصادر اضاءه وفلاتر مختلفه عشان الجهاز ده يقدر يعرف ايه الكلام المستخبي تحت الحبر. بس تفشل اول محاوله من استخدام الجهاز، لكن المحقق هنا كان ذكي سيكا. قال لما اجرب افتح الظرف واشوف الرقم من الناحيه الثانيه باستخدام الجهاز، وهوب الحركه تنفع فعلا ويلاقي الرقم 5197451. ومن الختم اللي على الظرف قدروا يعرفوا مكان مكتب البريد اللي فيه المكنه دي. مكتب البريد ده كان موجود في ولايه كاليفورنيا، ومدير المكتب ده هو مارك ديفيس، واللي كان شغال اسقف او بيشوب في كنيسه مورمون. وقال ان فعلا هو اللي كتب الجواب ده، وان مصدر المعلومات هو واحد من اللي بيترددوا على الكنيسه. بس رفض انه يقول مين هو مصدر المعلومات، على اساس انه من ناحيه الدين ما ينفعش يقول المعلومات اللي اتقالت ما بينه وما بين احد زوار الكنيسه. راحت المحكمه طلبته، وهنا القاضي كان ذكي شويه برضه وقال له فعلا ان من الشرف انك ما تقولش اي معلومات اتقالت ما بينك وبين اعضاء الكنيسه او احد الزوار، لكن انت بمجرد ما كتبت الرساله اللي بعتها للبوليس دي فانت كده كسرت الشرف ده. وبالفعل مارك ديفيز يقتنع بكلام القاضي ويفصح عن مصدر المعلومات. بوب اللي كان بيقول له المعلومات هو في الحقيقه اندريا. خدت المفاجاه انها بنت، خد المفاجاه الاكبر بقى، اندريا دي تبقى بنت ديل ويتمر القاتل. واحد من اكبر المفاجآت وبلوت تويست بطريقه غريبه. المهم انه تم القبض على ديل ويتمر مره تانية بتهمه القتل، وفي سبتمبر عام 1997 تتم محاكمه ديل ويتمر. لكن ويتمر دافع عن نفسه وقال انه ما قتلش حد لحد ما يدخل عليه الشاهد اللي محدش يتوقعه، بنته. اندريا دلوقتي في موقف صعب جدا جدا. لو اختارت انها تدافع عن والدها فهي كده بتخون معتقداتها الدينيه، ولو اختارت انها تقول الحقيقه فهي كده مع معتقداتها الدينيه لكنها بتخون والدها. حط نفسك مكانها هتلاقي الاختيار صعب جدا جدا، لكن اندريا تختار انها تقول الحقيقه وتقر بكل حاجه قالها بوب في الجواب.